يا صباح الفل، عاملين ايه؟ فيديو سريع كده. خروج الاهلي من سان داونز في دوري السوبر الافريقي واسباب خروج الاهلي سريعا عشان ما اطولش عليكم. طبعا كلنا متضايقين، لكن هي مش المشكله في ان الاهلي خرج من البطوله. ما وارد ان الاهلي يخرج من البطوله، احنا ما بنلعبش نفسنا. الفكره ان طريقه خروج الاهلي او الشكل هو اللي ما كانش حلو. الاهلي بيطلع من تاني بطوله في خلال شهر ونص باداء مش احسن حاجه يعني. بتوصل للجون ممكن بس ما بتخلص. فدي مشكله، دي مشكله كبيره في الاهلي. زهقنا من الكلام عن المهاجم، مش هدخل في اسامي، بس الاهلي عنده مشكله انه حتى بس برضه عشان الناس واخده بالها، الاهلي ما بيلعبش دايما الكور اللي هي يعني ستريت للمهاجم. الاهلي بيلعب من على الاطراف اكتر. فالفكره ما تتلخصش في المهاجم بس. طبعا الاهلي محتاج مهاجم طبعا غير موديست وكهربا، لكن مش دي المشكله الرئيسيه. المشكله تتلخص في كذا حاجه سريعا برضه عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه، كولر فنيا 10 على 10. يعني انا ما اقدرش اتكلم عليه عشان ما نبقاش متلونين والناس تطلع تقول لك ده لما بيكسب بتقولوا كذا ولما بيخسر بتنتقدوه. لا، كولر اللي اختلف في السنه دي عن السنه اللي فاتت هي حاجه واحده، هي رايته للماتش. يعني كولر بيبدا بتشكيل بنسبه 90% او 100% كويس، اوقات على حسب الماتش، لكن مشكلته في التغييرات وفي قرايه سيناريوهات الماتش. هو ده اللي حصل في ماتش سوبر، كاس السوبر، وفي السوبر الافريقي. تغييرات بطيئه، لعيبه ما بتتوظفش صح. فهي دي مشكلتي الوحيده مع كولر. لكن هو الراجل شغال كويس بالنتائج، لكن هي البطولتين دول اللي فرق فيهم طريقه خروج الاهلي من البطوله، مش ان هو خرج من البطوله. يعني زي ما قلت لكم، ده وارد ان الاهلي يخرج من اي بطوله. تاني حاجه، طبعا ضربه الجزاء تفرق في خط سير المباراه. يعني برضو اللي يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك. كانت هتفرق، بالذات ان الاهلي كان فايق جدا. اثرت بس مش دي السبب الرئيسي. وطبعا اصابه رضا سليم فرقت جدا. لكن زي ما قلت لكم، السبب الرئيسي هو ان انت مثلا قرايه الماتش من كولر، ان انت عايز لازم باك شمال، لازم باك شمال في يناير يدبدب كده ورا علي معلول. علي معلول بيعمل اخره، الراجل بيكبر، الراجل بيتعب، الراجل بيلعب الموسم كله. فدي مشكله، لازم حد يبقى وراه يبقى جاهز ورجله في الملعب. وبرضه مش هتكلم عن لعيبه معينه، لكن لازم الاهلي يدور على باك شمال يقدر يعوض معلول في ماتشات زي دي. يعني ماتش معلول امبارح مثلا، لو كان معلول خرج في الدقيقه 60 او 70، لما ينزل باك شمال عنده الخبره شويه او رجله في الملعب هيقدر يأدي. تاني حاجه، في لعيبه لازم تقعد مع نفسها، في لعيبه لازم كده. مش عايز اقول نفلتر اللعيبه، ان اللعيبه عملت موسم السنه اللي فاتت كويس كلهم بلا استثناء، بس في لعيبه لازم تقعد مع نفسها وتعرف ان الاهلي محتاج تعب اكتر من كده، مجهود اكتر من كده. انت مش هتفضل عايش على اللي عملته السنه اللي فاتت. محمد عبد المنعم محتاج يركز شويه. اكرم طبعا من مكاسب الماتش هو وامام عاشور وكهربا. حسين الشحات امبارح ما كانش كويس في الماتش. الكرة بتيجي عنده الهجمه بتخلص عنده، مع ان هو المفروض اللي يوصل لجون. الهجمه بتيجي عنده وتعطل او بتخلص. في مشكله عند حسين الشحات امبارح وكانت واضحه جدا من الشوط الاول. يعني حتى تغيير كولر ليه انه نزل رضا سليم ده كان تغيير متاخر. كولر كان لازم الشوط الثاني يقلب الماتش 4-4-2 زي ما انا قلت امبارح. 4-4-2 صريحه، طلع مروان عطيه ونزل رضا سليم وكهربا يدخل جنبه بيرسي تاو ونلعب 4-4-2. الماتش ما كانش ما فيهوش تفكير اكتر من كده. دي وجهه نظري طبعا، بس انا شايف ان كان لازم ده يحصل امبارح. مش هتطرق للكلام اللي على السوشيال ميديا وفي الاعلام موضوع سيد عبد الحفيظ، لكن هو من الواضح ان دوره بقى يعني دوره كان مؤثر جدا، وفي جاب او في شورتج او في مشكله حصلت في النادي الاهلي بعد خروج سيد عبد الحفيظ من النادي الاهلي. مش بنقلل من خالد بيبو، لكن في مشكله. الراجل كان عارف دوره. يعني نسمع المشاكل بالتالت تظهر، احمد عبد القادر وامام عاشور واكرم توفيق كان متضايق انه بقاله فتره جاهز وما بيلعبش. ده طبيعي انه بيحصل على فكره في اي فرقه، لكن اللي مش طبيعي ان الموضوع بنسبه كبيره شكله كده بيزيد. فده كان علامه استفهام برضه. زي ما قلت لكم، هي مش مشكله الخروج، المشكله في منظر الخروج. الاهلي ده رابع ماتش في السوبر الافريقي متتالي ما يكسبش ولا ماتش. 4 ماتشات الاهلي لعبهم ما كسبش. وخلي بالكم انا برضو ما بحبش احط شماعات زي ما قلت لكم، بس في ارهاق، يعني في ارهاق عند اللعيبه. وهي مش الشماعه بس، يعني الفرق بينه وبين سان داونز لاعب بيترو اتلتيكو في انجولا، بعد كده رجع لعبه في سان داونز وفضل قاعد لحد ما الاهلي راح له. بعد كده جه الماتش ده فقعد حوالي 10 ايام في جنوب افريقيا، على عكس الاهلي بدا بسيمبا هناك، بس رجع هنا لاعب سيمبا، بعد كده راح لسان داونز وبعديها ب 48 ساعه او 72 ساعه رجع يلعب تاني. فهي دي مشكله برضو، يعني في ارهاق، ان سفريه جنوب افريقيا من السفريات الطويله. لكن عشان ما نطولش اكتر من كده، الاهلي ما كانش وحش، لكن الاهلي كان فيه عشوائيه.
فعشان نلخص الموضوع ده، الاهلي لازم يلم نفسه بسرعه، لازم نعرف ان كولر لازم يعيد حسابات تاني في قرايه الماتشات، مين اللعيبه اللي يعتمد عليها، مين اللعيبه اللي تكمل، ومين اللي لازم تمشي تطلع في يناير. مش هنقول تمشي، حتى بتبقى كلمه مش حلوه، تطلع في يناير تاخد فرصه. ان في لعيبه اثبتت انها مش قد النادي الاهلي، مش قدها دي مش برضه مش عشان الاهلي خسر بنقول كده، في لعيبه تحس انها نازله على ذكر يعني مثلا الاسامي صلاح محسن، تحس ان هو نازل مش مركز، مش حاسس باهميه الموضوع يعني. تالت حاجه غير مهاجم في يناير، مع ان انا شايف مهاجم في يناير ده مش هيفرق قوي، خلاص ان انت اهم بطولات عندك هي قبل ميركاتو يناير. السوبر الافريقي خلص، دوري السوبر الافريقي خلص، بنسبه كبيره هتلعب ماتشات كتير دوري ابطال افريقيا، فممكن يفرق معاك في الدور الثاني. كاس عالم الانديه هيبقى قبل كاس برضه قبل الانتقالات بتاعت يناير. فاللي لازم الاهلي يخلص فيه في يناير هو الباك الشمال من اللعيبه يعني، ومساك. دي وجهه نظري، بس ما بحبش اتكلم عن المساك كتير، ان انا شيء مش فاهم ليه ياسر ابراهيم ما بيلعبش يعني. في ماتشات بتبقى عايزه رامي ربيعه بس انا مش مقتنع بيها، وفي ماتشات عايزه ياسر ابراهيم اللي هي الرجوله وانه يبقى فايتر. فعشان كده انا من وجهه نظري كولر لازم يعيد حساباته، الاهلي لازم يتعاقد مع باك شمال في الميركاتو الجاي ومهاجم، واللعيبه تقعد مع نفسها، ومجلس الاداره لازم يتكلم مع كولر في قرايته للماتشات يا جماعه، لازم. دي رقم واحد. بس اللي عايز اقوله دي مش نهايه المطاف، عادي معرضين نطلع، بس بقول لكم هو كان الشكل الخروج مش حلو. فرقه سان داونز فرقه محترمه جدا، ما عملوش حاجه في ماتش القاهره، لكن ماتش هناك بيعرفوا يحركوا الكوره احسن مننا شويه. والاهلي كان عنده مشكله انه رايح ان فاكر نتيجه الخمسه، فالموضوع كده في لعيبه فكت بعد 1-0، قال لك دي نتيجه كويسه وهنقدر نعوض هنا. زعلان على الجمهور اللي كان ممتع امبارح في الاستاد، ده اكتر حاجه مزعلاني. لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني في اللي جاي، والاهلي يقدر يلم نفسه بسرعه قبل كاس العالم للانديه، ونكمل بطوله الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا. يلا قلت ادردش معاكم بسرعه كده، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن للنادي الاهلي. السلام.